السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز الأهلي على بتروجيت 2-1 وبيصل لصدارة المجموعة لحد بيراميدز ما يلعب الماتش الجاي، لحد ما نشوفه هل هيفوز هل هيتعادل هل هيخسر أو كده. تمام. الأهلي النهارده طبعا كان بيلعب بتروجيت، عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله. أول حاجة إن أنت يا إمام عاشور تشكر قوي على ده اللي أنت بتعمله. لاعب من بسم الله ما شاء الله عليه، يعني يعتبر من بداية الموسم لحد دلوقتي هو الأول هداف الإيه؟ هداف الدوري. النهارده بقى هداف الدوري، الماتش اللي فات يعتبر بقى هداف الدوري. امام عاشور لحد دلوقتي بيقدم اداء مهم قوي، ويعني بيقدم اداء ممتاز، وده امام عاشور اللي احنا عارفينه واللي احنا جايبينه عشانه. كولر بيوظفه في يعني في حتت مش بتاعته، بس بيتالق وبهداف الدوري منها. كولر بيقول له تعالى يمين، تعالى يا امام يمين يروح يمين، روح شمال يروح شمال، العب مهاجم يلعب مهاجم، مفيش اي مشكله. النهارده جرادي شار في الشوط الاول محدش بيبص له الكوره، تحركاته حلوه قوي، بس عايز حد لماح. بيسجل الهدف الثاني وكده 2-0. قفشه اداؤه مش ولا بد، مش احسن حاجه ومش عاجبنا. بينزل محمد عبد الله مكان حسين الشحات، لاعب كويس قوي بيعدي بالكوره بعد مجهود رائع قوي، وعدى وبص 90% من الهدف ليه يحسب ليه، اللي هو هدف جريدي شاور. بس جريدي شاور برضه حركاته حلوه، عشان بس ان الجماعه اللي يقول لك ايه اصل ده لسه جاي ومحظوظ والكور بتجيله ومش عارف ايه قدام الجول، ملوش فيه، هو مهاجم، الكوره اللي بتجيله بيخلصها. طب ما جاب جول بالراس حلو قوي، والحارس ما عرفش يعمل فيه اي حاجه بس اتحسب اوفسايد. ما عنديش اي مشكله، فايزين يا عم 2-0 اهو. كولر تسلم يا عم كولر، وزي الفل. الهدف اللي جه فينا طبعا انا مش فاهم، هو يعني كابتن كريم نيدفيد بيلعب في النادي الاهلي ليه؟ انت يعني ايه لازمتك في النادي الاهلي؟ ما بتقدم لناش حاجه، ما بتجيب لناش هدف، ما بتخلصش الكوره، ما فيش اي حاجه. النهارده الكوره الهدف يعني الاهلي جه فيها هدف، اللي جابه لاعب بتروجيت كان لسه نازل، ركب فوق كابتن كريم نيدفيد وجاب الهدف. طلع فوق خالص كده، كابتن كريم نيدفيد بيعمل لها كده. طب انت فين يا عم؟ طب فين الدفاع في الكوره دي؟ يا جدعان احنا داخلين على ماتشات صعبه قوي، ماتشات صعبه قوي، ماتشات مش عايزه فيها عك، ماتشات مش عايزه فيها عك. يعني ايه؟ يعني كابتن امام عاشور وكابتن جردشار وكابتن بيكسبونا ماتش ومش عارف ايه، بس انت هتلاعب فرق صعبه. انت هتلاعب فرقه صعبه. طب يا عم انت هتعمل ايه في الماتشات ديت؟ مش عارف. طب يا عم انت في ماتشات جايه عايزه مدافعين اقوياء، عايزه مش عارف ايه، طب ما تركز. ليه يجي فينا جون كل ماتش في اخر دقايق ليه؟ مش فاهم. فالاهلي لازم يصحصح معانا ولازم يركز معانا، عشان كده غلط. فالف مبروك الفوز. كنا عايزين نقول ان كابتن كولر ركز شويه في التغييرات، بلاش كريم نيدفيد قعدوا على الدكه يا عم، بقى مسبب لي مشكله. الف مبروك الفوز والف مبروك على الثلاث نقاط، ثلاث نقاط مهمين قوي هيفرقوا معانا. بس احنا يا جدعان لازم نركز شويه عشان ما يجيش فينا هدف في اخر الايه. افرض انت كنت فايز 1-0 وجيب فيك هدف بقى 1-1، خسرت نقطتين من لا شيء. فركز شويه يا جدعان عشان اللي جاي صعب. السلام عليكم.